يا جماعة هدوق قدامكم اقول ايه رأيي. بيضة. يا نهار ابيض، تحفة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح السعادة على عيونكم، صباح كل حاجة حلوة. بصوا النهاردة بقى يعني كان يوم جميل جدا، وحصل فيه موقف يعني الحمد لله ان انا لسه عايشة. انا كنت هضيع الدنيا وهضيع البيت كله من اوله لاخره معايا. فاللي حصل في يوم الكشري ده كان يعني حاجه صعبه جدا. يعني كل اللي هقدر اقوله لكم ان انا ايه، الحمد لله لسه ليا عمر. فهنشوفوا ايه اللي جرى يوم الكشري دوت، والدنيا كانت هتضيع ازاي. بس الاول هنا يعني انا جايبه حاجه الكشري معايا، قلت مش ضامنه الاقي هنا رز ولا مكرونه ولا الحاجات دي. فانا الدولاب ده كان نفسي الظرفه الصغيره دي كان نفسي اشوف فيها ايه، وعايزه لان قبل كده حصل فيها كارثه. يعني كان من مده السنه اللي فاتت، فغبنا عن البيت شويه، سيبناه لوحده، وما اعرفش الله اعلم كان في حاجه مفتوحه في البيت. فاقسم بالله زي ما بقول لكم، جيت يوم مش عارفه كنت عايزه اخد ايه من الدولاب، بصيت لقيت ايه في حركه في الدولاب. فببص بقى لقيت الله اكبر، فاره والده. وكانت الدنيا متبهدله في اوضه الطبيخ هنا، ومش عارفين نلمهم. ويعني احنا طول عمرنا دايخين في البيت ده بسبب الفيران. فطبعا رميت يوميها كل حاجة كانت موجودة فيه، من مكرونات لرز، اللي كان فيه لوبيا وفيه عدس، مسكته كله. لان طبعا لقيتهم مفحرين كل حاجة، مقطعين اكياس واكلين منها. كان البيت بقاله فترة مش ما فيش حد موجود فيه. يعني قبل ما اكمل لكم بقى، لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسوش باللايك، ما تنسيش بالله وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله، وتعالوا نشوفوا بقية يومنا فيه ايه. فانا بفتح الدولاب هنا اهوت وانا مرعوبة. خايفة الاقي حاجة تنط في وشي ولا حاجة كده ولا كده. لان طبعا برضو يعني سايبين البيت لوحده، يعني بسيبه يومين حاجة وبرجع اعمل معاكم اي حاجة. فبفتح الدولاب هنا وانا مرعوبة. بس الحمد لله ما لقيتش حاجة. ويعني انا كنت بدور على حاجة، قلت بدل ما اخد الحاجة اللي انا جايباها، كيس الرز والمكرونة اللي انا جاي اعمل منهم، فقلت لو هلاقي حاجة تصلح ان انا اعملها، يعني اخد القديم واركن الحاجة الجديدة، عشان بس الحاجة بتسوس ما بتبقاش حلوة لما بتتركن كتير. فلقيت بقى يعني حاجات كده مركونة على اكياس فيها حبة رز، على حبة عدس، على حبة سكر. فقلت اشوف فيهم ايه الاول قبل ما ابتدي في الاكل، وقبل ما اخد القديم لو في حاجة تصلح. فلقيت حاجات كتيرة فيها صوص. طبعا المكرونة رميت مكرونات ياما، فطبعا ما ينفعش، لقيت فيها يعني كام صوصة كده ما نفعتش، رحت رميهم. والحاجات اللي تصلح رحت مفضياها. طبعا العدس هنا مش مشكلة ان انت تعملي كذا، بصوا نص الكيس المكرونة ده رحت رمياه بحاله، كان مليان صوص. وحاجات تانية برضو، حاجات تانية كتير كده على حبات كده. وفي حاجات تانية ما كنتش عارفة هي فيها ايه، ضاعت ملامحها. فرحت رميت حاجات كتير. والحاجة اللي هي هتستنى اللي في اكياس السودا، طبعا ما بقيتش عارفة دول فيهم ايه، لازم قعدت فتحت كله عشان ما يبقاش في حاجة. لو في حاجة نضيفة، الحاجة اللي هي المسوسة دي هتعدي دي. رحت لما كل حاجة ورميتها، اللي هي الحاجة المسوسة، ودي كانت لوبيا برضو لقيتها مش مظبوطة كده. فرحت رميت كله. نيجي بقى للكارثة اللي انا عملتها. يعني انا بحكي لكم الموضوع ده يا جماعة عشان خاطر تخلي بالكم، يعني اعملوا معروف محدش يقع في الغلط اللي انا عملته. وتخلي بالكم جدا جدا لما تعملوا حاجة زي كده. فاقسم بالله انا يعني ربنا كتب لي عمر جديد، والحمد لله رب العالمين. اللي حصل يعني ده معجزه. واللي حصل ده يعني مش الحادثه الوحيده دي اللي انا عملتها، قبل كده حصلت والله العظيم، حصلت حاجات ياما وربنا نجاني منها سبحان الله يعني.
فانا اقول يعني مش عارفه يعني ده ربنا بيحبني ولا أنا لسه ليا عمر ان ربنا بينجيني من حاجات كنت المفروض حاجات ضيعتني، بس ربنا بيسترها معايا دايما الحمد لله رب العالمين. فالمهم ايه يعني هنا خلصت، كنت خلصت خلاص الحاجات اللي انا كنت بلمها، يعني طالع من الكياس اللي انا اللي وريتها لكم دي، حبه المكرونه اللي في الصينيه دول قلت فردتهم في صينيه عشان لو فيهم حاجه كده ولا كده تبان قبل ما اعملهم. طبعا الكشري يعني ما يشرطش ان هو يبقى نوع واحد. حبة اقلام لقيت حبة سباكيتشي على حبة اقلام على حبة عقل. الكشري اي بص بيلم حسنة البيت في المكرونات، مش لازم يكون صنف واحد. فرحت هما دول الحبة، لقيت حبة سباكيتشي على حبة اقلام. فالرز طبعا اللي هما الحبات الرز رميتهم كانوش مش هيصلحوا ان انا اعمله، رحت مطلعه اللي انا جايباه، قلت طالما ما فيش اجي مش مشكله. فهنا بعد ما خلصت اللي انا عملته يعني ونضفت الدولاب كده، مش التنظيفه اللي هي يعني، المهم بس لميت الحاجات المسوسه وكده عشان ما تعديش الحاجه النضيفه. المهم رحت علقت على ميه المكرونه وعملت الرز بالشعريه هنشوفه دلوقتي. طبعا الاربع عيون بتبقى شغاله، يعني بتبقى عين عليها الرز وعين عليها المكرونه وعين عليها الصلصه وعين عليها تسلقي العدس، تبقى الاربع عيون ما شاء الله شغالين. فانا يعني لاجل الحظ هنا بولع الاربع عيون مع بعضيهم، فتحت ده تك 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 تك، رحت فاتحه الزرار بتاع الفرن معاهم. اقسم بالله زي ما بقول لكم انا ما خدتش بالي ان انا العيون كلها كانت مفتحه، والاربع عيون اللي فوق كانوا شغالين طبعا مولعين، كل حاجه النار شغاله عليها، والفرن الغاز شغال فيه عمال يعبي في غاز وانا مش حاسه. والغاز الطبيعي ده اساسا ما بيبقاش له ريحه ان انت مثلا تشمي ريحه غاز ولا كده. والله العظيم انا ما كنت حاسه ان في ريحه غاز خالص. فالمهم فضل الفرن طبعا مقفول، فضل يعبي في غاز، وانا بقى يعني عملت الثوم وعملت الخلطه بتاعت اللي انا بعمل خلطه جميله جدا جدا للكشري، بتدي طعم الكشري حلو قوي قوي. بس الفجعه اللي انا خدتها النهارده يعني كانت صعبه جدا. المهم رحت قعدت قدام البوتاجاز بالظبط وبدق الثوم، بصيت لقيت نفسي والله العظيم 3 زي ما بقول لكم، حاجه دفعتني يعني حاجه ضربتني الاول في ظهري ونطرتني انا والهون، وما حسيتش بنفسي زي ما يكون ايه دخلت في حاله صدمه. عايزه اعرف مين اللي ضربني في ظهري، مين اللي زقني من وراه ظهري، مين اللي نطرني النطره اللي انا نطرتها دي. مش عارفه اولي من اخري، يعني سبت من بعضي وبقيت عماله بترعش لا وحصل انفجار جامد. البيت كله ترج يعني لدرجه جارتي تحت قالت لي طلعوا وقالت لي البيت اترج فيه، الصوت كان فظيع. فقالت لي البيت اترج، ايه ده الصوت ده؟ قلت لها يعني لا قبل ما جري يطلعوا يعني ما عرفت ان الباب بتاع الفرن اتفتح، يعني حصل زي ما يكون شبه انفجار. فانا بحسب الفجعه اللي انا اخداها، اقسم بالله بحسب نفسي مولعه وانا مش حاسه. طلعت اجري في المرايه اللي في الدولاب ببص ورا ظهري، بشوف عماله انطر نفسي لحسن تكون حاجه فيا كده ولا كده، النار ماسكه في اي حاجه في هدومي. انا بص كل ده في حاله صدمه مش حاسه بنفسي. فطلعت اجري ببص في المرايه ورا ظهري بحسب تكون الطرحه شبكت فيها النار ولا هدومي وانا مش حاسه. فلقيت نفسي الحمد لله طبعا قعدت مده على بال ما هديت من اللي حصل. طبعا ما كانش ينفع اصور لكم اي حاجه من دي لان في حاجات بتتحذف. فيعني ارجو ان انتوا تتعظوا من حاجه زي كده وتخلي بالكم منها، وانتوا ايديكم على اي عين بتولعوها تركزوا تشوفوا انهي عين هتولعوها، بالذات لو شغالين على العيون كلها. يعني انتوا متخيلين الاربع عيون شغالين نار والعه،
والكميه الغاز اللي طلعت من الفرن، وان الغاز ما لقطش النار اللي والعه دي كلها. اقسم بالله دي كانت معجزه، ويعني الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فانا لحد دلوقتي مش مصدقه اللي حصل ده، وان انا يعني الحمد لله كنا بخير. وحاجه زي كده رجت البيت كله من اوله لاخره. اقسم بالله جارتي بتقولي البيت اترج والصوت كان فظيع. فالحمد لله انها جت على قد كده، وربنا يحفظكم كلكم جميعا. وياما حوادث يعني بتحصل، يعني بيحصل حاجات اكتر من كده، واللي ليه نصيب في حاجة طبعا بيشوفها. فربنا انا هنا كنت خلاص اخدت الفجعة، ويا دوبك كده يعني أنا عشان بس اوريكم ان هو اتحطيت ايه على ايه. هنا الخلطة بتاعت الدقة اللي بعملها للكشري. ربنا ما يوريكم انا واقفة كلي كنت بترعش. فهنا حطيت كمون وفلفل اسود وفلفل اخضر ودقيتهم حلو قوي، ودقيت معاهم طماطمايه كده بحالها. اللي عايز بقى يصفي الخلطه دي كلها يصفيها، اللي مش عايز. وبحط مع الخلطه دي معلقه صلصه من اللي انا عاملاها بتاعه الكشري، وبحط معاها طبعا يعني معلقتين خل كبار، وبعصر ليمونه بحالها. فدي بتدي طعم جميل جدا جدا. اما الصلصه بتاعه الكشري كنت عاملاها ما عملتلهاش بصله ولا اي حاجه، حطيتها على النار. بص هنا كانت الدنيا بتشتي ايه، الشتا كان جامد جدا. الشباك ده في مره كده ان شاء الله هعمله معاكم. لسه انا بعمل معاكم حاجه حاجه في اوضه الطبيخ هنا بتاعت حماتي. فهنا بص الدنيا كانت مغيمه، احنا لسه كنا هنا العصر. بصوا الاسطح مليانه ميه، والبلكونه عندي طبعا كانت غرقانه ومليانه ميه برضو. بصوا فكان كل ده كان لازم هيتعمل. وزي ما انتوا عارفين انا ما بقدرش انزل ميه من البلكونه عشان تحتينا ميكانيكيه وحدادين، لازم نراعوا برضو شعور الناس عشان ما نتضربوش في الاخر. فهنا كنت عملت الرز بالشعريه. يعني عملت الكشري ده يتكتب في التاريخ، كان البيت كله كان هيضيع عشان طبق كشري. بس ربنا يعني الحمد لله والله دايما ربنا بيسترها معايا ويسترها معاكوا دايما يا رب. هنا كنت سلقت خلاص العدس وسلقت المكرونه. بصوا المكرونه هنا سباكيتشي على شويه عقل على شويه عقل كبيره وصغيره، بس عشان الحاجات دي حرام قديمه ما تترماش ولحقتها. فهنا زينت الطبق كده زي ما حضراتكم شايفين، ورحت قلباه في الطبق التاني عشان المنظر بس يدي منظر شكله حلو كده عشان يفتح نفسهم. طبعا انا جوزي دايما يحذرني من الغاز، يعني ما بيكونش معانا ولا احنا بايتين هنا وهو بايت هناك ولا كده، يقول لي الغاز اقفلي الغاز، زي ما يكون يعني ايه قلبه حاسس. اوعي الغاز، خلي بالكم على دايما يعني ايه يحذرني من موضوع الغاز ده. فانا برضو بحذركم وبقول لكم خلي بالكم يا جماعه. دايما خلوا في حاجه منفس. يمكن انا اللي كان الحمد لله نفعني والنفع بالله طبعا ان الشبابيك مفتحه والدنيا كلها كنت مفتحاها. يمكن ده خفف من تسرب الغاز شويه. فالحمد لله يعني لو الشقه كانت استهالي كانت مقفوله وحصل حاجه زي كده الله اعلم كان ايه اللي هيجرى. فالحمد لله بحمد ربنا ان الدنيا كانت مفتحه. وده كان منظر طبق الكشري. كنت عامله حمص الشام طبعا سلقاه. هندلكوا جوزي دلوقتي يا جماعه يقيم طبق الكشري ده، هنشوف هيقول عليه ايه. انت ايه؟ ايوه تعالى اخويا عايزك تقيم لي طبق الكشري ده. اللهم صل على النبي. ايه حلو؟ مية مية، عامل زي احلى من بتاع التحرير بتاع القاهره. تسلم لي يا رب. تسلم ايدك. دوق كده. الله مية مية. طبعا صحة وعافية. على قلبك. ادوقها كمان يا جماعة، ادوق قدامكم اقول ايه رأيي. بيضة نهار ابيض تحفة اقسم بالله. تعالوا اتفضلوا معانا يا جماعة. لو عجبكم الفيديو متنسوش باللايك، تشتركوا في القناة وتعالوا كلوا معانا كشري.